مرحبا أحبائي، وصفة اليوم متبل الشمندر. وما في أطيب من المتبلات بأنواعها إنه تتقدم مع صفرة رمضان. اليوم حضرت لكم إياه بأطيب طريقة. تابعوا الفيديو للنهاية لتشوفوا كيف التحضير، وما تنسوا تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لتشوفوا كل شي جديد. أول شي رح بلش بشوي الشمندر. عندي 5 حبات من الشمندر متوسطات الحجم، منضفين منيح ومغسولين. رح نعمل فيهم ثقوب بالسكينة لتوصلوا الحرارة لجوا، وراح نلفهم بورق القصدير كل وحدة بوحدها. طبعا لازم يلفوا منيح لحتى يحافظوا على البخار جواتهم ويستووا أسرع. ومنفوتهم على فرن يكون حامي على أعلى شي لحتى يستووا. تقريبا بياخدوا معنا من 40 ل45 دقيقة بالاستواء. طبعا أنا بفضل طريقة الشوي بالمتبل عن السلق، لأنه بتحافظ لنا على اللون والنكهة وما بيتشرب الشمندر أي سوائل. وبهذا الوقت رح نبدأ بتحضير الروبة تبعت المتبل، اللي هي عبارة عن 5 معالق كبار من الزبادي. رح أضيف لهم كمان 5 معالق كبار من الطحينة. طبعا كمية الطحينة بتختلف على حسب نوعيتها، فيكن تزيدوا وتقللوا حسب النوعية اللي عندكن. وإذا بتحبوا كمية أو نكهة الطحينة ما تكون كتير واضحة أو كتير قوية، فيكن كمان تقللوا منها. بالنسبة لي أنا بحب المتبل تكون نكهة الطحينة ظاهرة عن نكهة اللبن. وأكيد أنتم من بعد ما تخلطوا المكونات مع بعض فيكن تزيدوا وتقللوا بأي مكون على حسب رغبتكم. رح أضيف مقدار فص ثوم كبير أو نص معلقة صغيرة من الثوم المهروس، وعندي عصير نص ليمونة صغيرة. طبعا رح نضيف رشة ملح ومنا نقلبهم مع بعض بدون أي إضافات تانية. هيك بتكون صارت جاهزة معنا. طبعا انتو بتذوقوا بتشوفوا حسيتوا لا الليمون أكتر بدكن ثوم أكتر، بتزيدوا لبن أو طحينة حسب رغبتكم. شايفين هيك القوام ممتاز. هلأ خلصنا من الروبة تبعت المتبل والشمندر عندي استوى. رح طلعه من الفرن، رح شيل عنه ورق القصدير وبدي بلش أقشره. بيطلع معاكم دايب ذوبان وبياخد نفس الوقت اللي بياخده بالسلق، وبيبقى محافظ على طعمته. هيك بتكون قوية ومركزة غير السلق كتير بتروح من طعمته وبيروح من لونه كمان. وأهم شي بالنسبة للمتبل إنه ما بيتشرب سوائل أو ما بيتشرب مي. يعني وقت اللي بنيجي بدنا نهرسه ولا نخلطه مع الروبة تبعت الطحينة واللبن بيبقى الشمندر ناشف. هلأ طبعا أنا بدي أقشره، شايفين بتقشر معي بكل سهولة. وبعد ما نقشر الشمندر بدنا نبلش نفرمه لحتى نهرسه. هلأ أنا بالنسبة لي بدي أفرمه قطع كبيرة وأهرسه بهراسة البطاطا. فيكن انتو تبرشوه ناعم، فيكن تحضروه بمحضرة الطعام، وفيكن كمان تهرسوه بهراس الثوم أو هراسة البطاطا. يعني أي شي متاح عندكن فيكن تحضروا فيه الشمندر. أهم شي عنا إياه إنه يكون مهروس، ما يكون مفروم فرم ناعم، لأنه قوام الشمندر بيختلف عن قوام الباذنجان. قد ما كان مستوي ودايب ذوبان ما بيبقى مثل الباذنجان، بينفرم معانا وبيطلع كتير دايب وبينهرس معي بكل سهولة لأنه أصلا هو كتير مستوي. شايفين كيف القوام تبعه بيكون حتى ناشف وبدون سوائل. هذا الشي اللي بدنا اياه. هلأ في حال انتو سلقتوه بالمي أو كان عندكم مسلوق وبدكم تستخدموه للمتبل، إذا شفتوا فيه شوي سوائل زيادة فيكن تصفوه أو تعصروه شوي بإيدكم لينزل السوائل الزيادة. هلأ هون أنا من بعد ما هرسته رح بلش ضيف عليه الروبة بالتدريج وأنا عم بقلب لأخذ القوام والطعمة المطلوبة. هلأ أنا ضفت كل كمية الروبة مع الشمندر. كمية كانت المقدار يعني بالضبط، بس إنه أنا بحب ضيفها بالتدريج كرمال ما أضيف زيادة وخرب كل الشغل. هيك صار معي طبعا جاهز. هلأ بدي نزله بصحن التقديم. يعني هالطريقة بتحضير الشمندر رح تخلي الأشخاص اللي بيحبوه واللي ما بيحبوه تعجبهم. فعن جد جربوه بهالطريقة إذا حابين إنكم تستفادوا من الفوائد تبعه.
لأنه أبدا طعمته مو كتير واضحة ومو كتير قوية وكتير طيبة. ومنزين المتبل بزيت الزيتون، وفيكن تزيدوا الكمية قد ما بدكن أو وقت الأكل كمان تزيدوا على حسب الرغبة. منضيف كمان السمسم المحمص، والسمسم مو بس كشكل أو كتزيين، بيفرق كتير بالطعم، يعني كتير بيعطي طعم طيبة مع متبل الشمندر، فلازم تزينوه بالسمسم. ومنضيف الجوز، طبعا الجوز فيكن تضيفوه مثل ما هو أو فيكن تكسروه وتضيفوه قطع صغيرة حسب الرغبة. وبس هيك بكون صار معانا أطيب متبل شمندر جاهز. وهيك أحبائي وصفة اليوم صارت جاهزة، متبل بالشمندر ولا أطيب. جربوه كتير رح يعجبكن وكتير رح تحبوه. إذا حبيتوا الفيديو وعجبتكن الوصفة ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكن كل شي جديد.